يعني احنا بنقول نفس الكلام اللي ذكروه بعض الاخوان. اليوم شاهدنا لافته من بعض وعدد بسيط جدا من جماهير نادي النهضه تقول هارد لكم، هارد لك لبرنامج هارد لك البرنامج الدكه. ليش ما نعرف طبعا هم وجهه نظرهم. حاولنا نستفسر عن الموضوع، يبدو ان هناك سوء فهم او يعني فهم اخر لما يتم الحديث عنه في برنامج الدكه سواء على النهضه وغير النهضه. طبعا بصفتهم جماهير النهضه فهم يتكلموا يمكن وجهه نظرهم في هذا الموضوع. ما نريد نكبر الموضوع ونعطيه اكبر من حجمه. ما عندنا هارد لك لبرنامج الدكه، احنا يعني نقول اللي في خاطرنا، واحنا الجمله او يعني شعارنا المعروف نحن مسؤولون عن افكارنا، لسنا مسؤولين كيف يفهمها الاخرون. احنا نقول اللي نشوفه واللي نتابعه واللي عندنا معلومات عنه، واللي ما يعجبه شيء ثاني، واللي عجبه اهلا وسهلا. لكن هذه وجهه نظرنا، ونتمنى مثل ما نحترم وجهات نظر الاخرين ايضا يكون هناك احترام لوجهات نظر يعني اعضاء فريق الدكه. وكنا نتمنى مثل ما ذكر واحد المغردين ان تكون اللوحه هذه لتشجيع الفريق لا اكثر. انا الحقيقه ما اريد اعطي الموضوع اكبر من حجمه. هؤلاء هم جماهير او قله من الجماهير او عدد من الجماهير، ونحن نحترم اراء الجماهير كيف ما كان. لن ندخل في جدال، لكن على الأقل يا أخي لأول مرة برنامج في التلفزيون يظهر اسمه في الملاعب. جزاكم الله خير. حد عنده أي رد على السريع، لأن أنا ما أريد أعطي الموضوع أكبر من حجمه. على فكرة كابتن محسن درويشر عمل لي مسج لأن صارت الصورة متداولة كثير فيقول لي اعتذر. قلت له ما في شيء لاعتذار، هذا جمهور على عيننا وراسنا يقولوا يعني قد نختلف وقد نتفق، هذا وجهة نظرهم. كان الأخ سالم مزاحمي رئيس النادي بده يتداخل، قلنا لا الأخ عيسى ما في داعي نتداخل بالتليفون ايش اللي صار، لا هذا يعني جمهور ونحترم. مرة ثانية وأؤكد يعني موضوع الجمهور. وفي الأخ بدر زميله بدر الغيثي رسل رسالة أيضا من جماهير العنيد النهضاوي يعتذروا انها ما يمثلوا لا يعني خلوكم جمهور واحد ما عندنا مشكله. المهم ان الجمهور يكون خلف الفريق الان في الدوري وهو قريب من اللقب او على البطوله الخليجيه اللي ان شاء الله يوصل الى المحطه الاخيره فيها ويتوج فيها ان شاء الله، او يعني كيف ما كان يوصلوا النهضه وصحم وبعدين اللي يفوز فيهم نقول له الف مبروك. واحنا طبعا ما عندنا الا يعني الكلام اللي نقوله هي قناعاتنا الشخصيه وفيما نشوفه. احنا مش محللين فنيين، نتكلم باراء، ولذلك قد نختلف، قد يفهم الكلام بشكل اخر، لكن يعني كل الاحترام والتقدير للجميع، ولا تخلوا شيء في خاطركم على برنامج الدكه. بالله حد يعلق على السريع ابو خالد، لان هذا الموضوع ما اريد اعطي مساحه. لا صحيح يعني ما يستحق جمهور يا اخي رفع رافته وخلاص كثر. اتفق معك في كل ما طرحته ابو خالد، وعلى اساس انه تقول لي على شكل سريع انا اكتفي بهذه الكلمه، ما اعلق على هذا الشيء اللي حصل، ولكن في مرات سابقه ان شاء الله هناك في عده اماكن قادمه للتواصل ممكن انه نعلق على هذا الشيء. صراحه بالنسبه لي غير مقبول وغير ليش تزعل؟ لا تزعل من الجماهير؟ لا مو ازعل من جماهير، ما ازعل من جماهير ابو خالد، لكن الشيء لما يعني هذه عليها عده معاني في تفسيري، عليها عده معاني، وانا ما اريد اكبر الموضوع، ولكن صراحه يحس في النفس. ولكن في نهايه المطاف هي اراء تحترم، مثل ما تقبلونا واحنا نتقبلكم، ولكن يجب ان ما نشكك في الذمم لان لها عده معاني، فعلى اساس انا اكتفي بهذا التعليق. ابو حمد انا اذهب لما ذهب اخوي ابو خالد، يعني لابد ان احنا نحترم وجهات النظر الاخرين، وعندما ترفع يا اخي رفع اسم البرنامج في عندما يرفع اسم البرنامج اليوم في مباراه فريق متصدر اللي هو فريق نادي النهضه وجماهير نادي النهضه، اعتقد ان هذا على العين، هذا شان كبير. لا على العين وعلى الراس. لا نتحسس لا مش هي عمليه تحسس، هارد لك مش عمليه تحسس. وكلمه هارد لك هذه تقال لها معاني كبيره، ونقول لهم شكرا على انكم انتم اليوم في مباراه ترفع النهضه وصحم وما يرفعوا لافته هارد لك برنامج دكه. هذا ما يؤكد على قوه، على ما يؤكد ان برنامج دكه اصبح الفريق رقم 15 في هذا الموسم في دوري عمان تل المحترفين. فعندما هم قالوا هارد لك لان ما فريق للاسف لكن قاعد اقول فريق ما نلعب ونخسر. وجهه نظر مقدره، ولكن نتاكد كل الاخوه يتاكدوا ان احنا هني ما حد يسيرنا باي كلمه، ولا ضد اي انسان، ولا نتحامل يعني على نادي ولا غير نادي، ولا حد يوجهنا بكلمه، سواء معدين سواء مخرجين سواء حتى من مقدم البرنامج. صراحه نقول اللي يرضي ضميرنا وما نشوفه وما تنقلنا له كاخبار مؤكده. انما لو بغينا نذكر حقائق صدقني اللي رافع اللافته رايح يسكت بكل حال من الاحوال. في شواهد وفي امور،
ولكن احنا انا اكتفي نفسيا، اكتفي. انت تكتفي وترجع يزيد. لا انا بقول لك شيء، انا بقول لك بندخل على المباراه لا ابو حمد، انت تقول في عندك اذا متى ما تتوفر عندي شواهد واثباتات عن بعض الاشياء في البرنامج بعلنها. ما عندي شيء ما عندنا شيء لا ما عندنا شيء مخبي عن الدوري وعن الاخير. لا هو في المجال لا احنا نتكلم في المجال الرياضي، ودائما المجال الرياضي مجال رحب، المجال رحب. كل البرنامج مثل ما نقول راينا، هم قد يكون عبروا برايهم ومقدر رايهم على عيننا وراسنا. لكن انا عن نفسي وكلكم على حسب جلستي هنا معاكم في البرنامج ما شفتكم يوم من الايام ولا سمعت منكم انكم تشككوا او تدخلوا يعني ضد شيء لهدف ما. هذا الحمد لله، هذا انا اقولها ككل يعني ممكن تفضل ابو خالد. كيف حالك انت؟ انا زين. روح رياضيه. هذا موضوع يعني ما يقدم ولا ياخر. وتحيه لجماهير النهضه جميعا ولجماهير الانديه كلها، وان شاء الله يا النهضه موفقين والانديه الاخرى ايضا موفقين. ما عندنا هارلك ولا حظ، احنا كلنا نكمل بعض. هذه ارائنا وهذه قناعاتنا وهذا كلامنا، والاحترام واجب للجميع. انا بعد ما قلت رايي. لا انت رايك بعدين بسمعه بعد البرنامج. بس رايي اقول يعني انا بختم البرنامج وانت شكرا لكم. بس الله اكبر. طيب ناخذ الفاصل.